بيبدأ الفيلم في نيويورك سنة 1876 مع دوق اسمه ليو اللي بيحضر افتتاح جسر روبلينج اللي بيكون شيء جديد جدا بالنسبة للعصر دوت، وبيقول إن الجسر دوت هيعيش لسنين كتيرة جدا. وقتها بقى بيكون كل البنات موجودين في الافتتاح مركزين مع ليو لأنه أعزب، وكل واحدة منهم بتتمنى ترتبط بيه عشان تعيش أميرة معاه في القصر بتاعه. وقتها بقى بيلاحظ ليو وجود شخص غريب عن العصر دوت اسمه ستيوارت. هو بيكون ستيوارت فعلا شكله مختلف عن رجال العصر دوت، فبيحاول ليو يتكلم مع الشخص دوت لكنه بيختفي في لحظة وما بيكونش ليه أي أثر. فبيرجع ليو لقصر عمه الدوق ميلاردي، وبيكون النهارده هو اليوم اللي هيعلن فيه ليو عن البنت اللي هيتجوزها. فبيقول له الدوق ميلاردي إنه لازم يتجوز بنت من عيلة غنية جدا، وده عشان تساعد عيلته على التقدم. هو إنه لازم ينسى الاختراعات اللي هو بيتكلم عنها طول الوقت، لأنه اتولد غني أصلا ومش محتاج يكون زي باقي المخترعين ويبدأ من الصفر. هو ده لأن ليو عاوز يخترع الأسانسير، لأن في المستقبل المباني هتكون عالية جدا، وبالتالي صعب الناس تطلع كل الادوار دي على رجليها. بس كالعاده بيتعرض مشروعه للسخريه، خصوصا انه من عيله ملكيه ولازم يعيش حياه مرفهه. فبينزل بعدها ليو للقصر، وبيختار يرقص مع اميره من عيله ملكيه اسمها تري. واثناء ما هو بيرقص معاها بيشوف ستيوارت مره تانية، فبيقرر يتكلم معاه عشان يعرف مين الشخص دوت وايه اللي جابه هنا. فبيروح لستيوارت وبيلاقيه في مكتبه، وبيحاول ليو يتكلم معاه لكنه بيهرب بسرعه. فبيروح وراه ليو لحد ما بيوصل لجسر بروكلين، وهناك بينط ستيوارت من فوق الجسر. بس ليو بيلحقه على اخر لحظه وبيحاول ينقذه لكنه بيقع معاه في البحر. في الوقت الحاضر بيوصل ستيوارت لبيته مع الدوق ليو اللي بيكون فاقد الوعي تماما، وبيحاول انه يخبيه قبل ما حد يشوفه. وقتها بقى بتشوفهم حبيبه ستيوارت السابقه اللي اسمها كات. هو بتكون فاكره ان ستيوارت معاه واحده في البيت، فبتتصل بيه وبتقول له انها نسيت المذكره بتاعتها عنده في البيت، لكنه بيقول لها هرجعها لك تاني يوم. هو بيبدا يحكي لها انه قدر يسافر عبر الزمن لسنه 1876 وقابل هناك دوق من عائله ملكيه، لكنها طبعا ما بتصدقوش وبتكون فاكراه اتجنن. تاني يوم بقى بيفوق ليو هو مرعوب لانه مش عارف هو جه هنا ازاي. هو بيكون فاكر انه لسه في سنه 1876، بس ستيوارت بيهديه وبيشرح له انه سافر عبر الزمن. وبما ان ليو عالم وعبقري فبيصدقه بسهوله، وبياخد من الاوراق اللي كاتب فيها النظريه عشان يعرف هيرجع تاني للماضي ازاي. وفي الوقت دوت بياخد ستيوارت الكلب بتاعه عشان يمشيه شويه. وما بيركب الاسانسير بيكون الاسانسير اختفى، عشان كده ستيوارت بيقع على الارض. بعدها بقى بيرجع الكلب للبيت مره تانية في الوقت اللي بتوصل فيه كات، وبنعرف انها جايه عشان تاخد باقي حاجاتها من الشقه. وبتقول لليو ينزل يمشي الكلب شويه، فبياخد ليو الكلب وبينزلوا من على السلم لان الاسانسيرات اللي في العالم كله اختفت، لان ليو اصلا هو مخترع الاسانسير. وسفره للمستقبل غير احداث كتير جدا في الماضي ومنها اختفاء الاسانسير. وفي الشارع بقى بيكون ليو منبهر بكل حاجه حواليه، هو ما بيكونش مصدق التطور اللي وصل له العالم. بس الناس اللي في الشارع كلها بيستغربوا من لبس ليو، هو بيكونوا فاكرينه ممثل في مسرح. وفي الوقت دوت بيشوف ليو جسر روبلينج، وبيكون مبسوط جدا ان الجسر فضل ثابت طول السنين اللي فاتت. وبيروح بعدها ليو مع الكلب عشان يمشيه. ووقتها بتيجي محققة الشرطة وبتعمل له مخالفة عشان الكلب. في الوقت ده بقى بتكون كيت موجودة في مكتبها، وبتقابل مديرها جي جي اللي بيكون معجب بيها قوي من فترة طويلة، لكنه ما بيقدرش يعترف لها بحقيقة مشاعره. فبيقول لها جي جي انه عاوز يعمل اعلان في الاسبوع اللي جاي ومحتاج منها انها تساعده في الموضوع دوت. فبتوافق كيت لان دي فرصتها انها تترقى في شغلها. وبتطلب كيت من مساعدتها دارسي جدول المواعيد بتاعتها، وده عشان تضيف له مشاركتها في الاعلان دوت. بعدها بقى بتروح لمكتب جي جي وبتعرف منه انه هيعمل اعلان عن زبدة فول سوداني، وبيوريها عدد من المودلز اللي ممكن يشاركوا في الاعلان. هو لكن ولا واحد منهم بيعجبها. فبيقول لها جي جي انه قدامها اسبوع واحد بس عشان تلاقي شخص ينفع يكون واجهة الشركة الجديدة، ولو قدرت تلاقي الشخص دوت والاعلان نجح هتترقى بسرعة في شغلها وهتبقى المديرة الجديدة للشركة. وفي الوقت ده بتوصل الاسعاف عشان تاخد ستيوارت للمستشفى. وفي المستشفى بيحاول يقول للدكاترة انه لازم يروح دلوقتي عشان يهتم بالليو، وبيقول انه قدر يوصل للبوابة الزمنية اللي بتخليه يسافر للماضي. بس طبعا محدش بيصدقه، والدكتور بيتهمه انه مش في كامل قواه العقلية، وبالتالي مش هينفع يخرج من المستشفى. فبيتصل بليو على تليفون البيت وبيقول له لازم تفضل في البيت لحد بقى ما يخرج من المستشفى ويرجع له للبيت. وفي اخر اليوم بقى بيوصل تشارلي خوكات، فبيبدأ يتعرف على ليو وبيكون فاكر انه ممثل زيه، لان تشارلي ممثل لكنه ممثل مغمور، وبيشارك في ادوار صغيرة جدا في الاعلانات والافلام. وطبعا ما بيكونش مصدق ان ليو عايش في الماضي، لكنه في النهاية بيكون مبسوط بعلاقته بيه. المهم في الوقت دوت بتكون كيت لسه في شغلها، وبتكون مبسوطة جدا انها تترقى في شغلها. ووقتها بتقول لها المساعدة بتاعتها ان ستيوارت في المستشفى وطالب انه يشوفها. فبتروح كيت للمستشفى عشان تطمن على ستيوارت، فبيطلب
منها تهتم بليو لحد ما يخرج من هنا، وبيقول لها كمان ان ليو جاي من الماضي ومش عارف اي حاجه في العصر دوت، ولازم يكون حد معاه عشان يهتم بيه. لكنها طبعا ما بتصدقش بكلامه، وبتقول له ان ليو شخص بالغ وقادر انه يهتم باموره لوحده وبدون اي مساعده. في اخر اليوم بقى في البيت بتتعشى كيت مع اخوها وليو، وبيكون ليو لطيف جدا وبيتعامل معاهم باتيكيت ملكي، فبياكل معاهم بالشوكه والسكينه، وكل ما تقوم كيت من على السفره بيقوم هو كمان. فبيقول لها ان في قصره كان متعود ان اي ست تقوم من على السفره لازم الرجاله تقوم هي كمان احتراما ليها. في تاني يوم بقى بتمارس كيت الرياضه، ووقتها بتسمع ليو وهو بيزعق لانه مش عارف يستخدم المحمصه، فبتقول لكيت انه يقدر يلجأ ليها عشان تساعده. ووقتها بتركز كيت في ملامحه وبتلاحظ فعلا انه شخص وسيم جدا، فبتقرر ان هو هيبقى الوجه الجديد للشركه، وهيكون السبب كمان في انها تترقى في شغلها. فبيوافق ليو انه يساعدها لانه اساسا معجب بيها، خصوصا ان دي اول بنت يشوفها لما اتنقل للحاضر. المهم بيروح ليو معاها للشغل، وهناك بيقابل جي اللي بينبهر جدا بمجرد ما بيشوفه، فبيوافق على طول ان هو اللي هيعمل الاعلان. وبعد الاعلان بيكون كل الموجودين مبهورين جدا بليو، هو بيوافقوا على طول على الاعلان. وبيكون جي مبسوط جدا من كيت انها نجحت في مهمتها، فبيعزمها على العشاء عشان يتكلموا في الترقيه بتاعتها. وقتها بقى بيلاحظ ليو ان المدير معجب بكيت، وانه عزمها على العشاء عشان يعترف لها بحقيقه مشاعره. وطبعا ليو بيكون هو كمان معجب بيها، لكنه مش هيقدر يعترف لها بمشاعره لانهم من زمنين مختلفين، وطبعا مستحيل تقبل ترتبط بشخص من زمن تاني، وهو كده كده هيمشي وهيرجع لزمنه في خلال اسبوع واحد. المهم في طريق كيت للبيت بتتسرق الشنطه بتاعتها، فبتطلع تجري ورا الحرامي لكنها ما بتلحقوش، فبياخد ليو حصان وبياخدها وراه على الحصان، وبيجري ورا الحرامي بسرعه لحد ما بيوصلوا لمكان مسدود، فبيرجع له الحرامي الشنطه وبيرجع بعدها عشان يهرب من المكان بسرعه. فبتفرح كيت جدا وبتكون مبهوره بليو، وبدات تصدق انه جاي من زمن تاني فعلا وانه مش مجنون زي ما كانت فاكره. وفي اخر اليوم بتنزل كيت عشان تقابل مديرها جي في مطعم في المدينه، ووقتها بيعرض تشارلي على ليو انهم يروحوا يسهروا مع اصحاب تشارلي، فبيوافق ليو وبيروح مع تشارلي للمكان اللي هيسهروا فيه. هناك بقى بيشوف تشارلي حبيبته باتريس، وبيكون معجب جدا بيها بس خايف يعبر لها عن مشاعره لانها ممكن تصده وترفض ترتبط بيه. ووقتها بينجح ليو انه يلفت انتباه كل الموجودين بسبب طريقته المتحضره، وبيتكلم مع باتريس عن حاجات تاريخيه هو حضرها بنفسه، وبتكون باتريس مهتمه جدا باللي هو بيقوله لانها اصلا متخصصه في التاريخ وعندها معلومات كتير عنه. بس ليو بيبدا يلاحظ ان تشارلي غيران منه، فبيقرر انه يقول لباتريس ان تشارلي معجب بيها، وفعلا بينجح انه ياخد رقم تليفونها. في اخر اليوم بقى وهم مروحين بيديله ليو شويه نصايح عشان يوقعها في حبه، وبيديله رقم التليفون عشان يكلمها في تاني يوم ويقول لها على حقيقه مشاعره. هو بيقول له ليو انه لاحظ نظرات الغيره اللي كانت في عينيه وهم في المكان اللي موجودين فيه. هو بيطمنه انه كده كده عمره ما يفكر في باتريس لانه اصلا معجب بواحده تانية خالص. فبيفهم تشارلي انه معجب بكيت، وبيقرر وقتها يساعده عشان يعترف لكيت بحقيقه مشاعره. فبيروحوا للمكان اللي هم سهرانين فيه، وهناك بيحاول ليو انه يحرج جي اكتر من مره لانه بيحاول يكذب على كيت عشان تعجب بيه، زي مثلا انه بيقول انه بيعرف يتكلم فرنساوي كويس جدا، بس ليو لما بيختبره بيلاقي انه مش عارف يتكلم فرنساوي. فبيقول له ليو انت مش محتاج تكذب عشان تبهر اي واحده انت معجب بيها، وانه لو كان صادق معاها من البدايه اكيد هتقع في حبه. وبعدها بيسيبهم وبيمشي. المهم بترجع كيت للبيت وهي متعصبه جدا لانه عمال بيتدخل في حياتها، وانها دلوقتي مهدده انها تخسر الترقيه بتاعتها بسبب غضب جي. في تاني يوم بقى بيكتب ليو جواب رومانسي لكيت، وبيعتذر فيه عن طريقته معاها امبارح، لكنها اصلا ما بتشوفش الجواب، فبيحط لها تشارلي الجواب ده في شنطتها وبيسيبها وبيمشي. المهم بتوصل كيت للشغل وبتحاول تتكلم مع جي عشان تعتذر له، لكنه اصلا ما بيهتمش بيها خالص. اثناء الاجتماع بقى بتلاحظ كيت الجواب، فبتقراه وبتلاقي ان ليو رومانسي جدا، وبيعتذر لها في الجواب عن اللي حصل منه امبارح، وبيقول لها كمان انه معجب بيها وعاوز يقابلها النهارده، والمقابله ديت هتكون في البيت عندهم، لدرجه انها بتقول ان الجواب دوت اجمل جواب رومانسي قرأته في حياتها، وبتوافق فعلا انها تقابله بالليل. وقتها بقى بيتصل تشارلي بحبيبته باتريس وبيعرض عليها يروحوا السينما مع بعض بالليل، وفعلا بتوافق. وفي اخر اليوم بالليل بترجع كيت للبيت، وبتلاقي تشارلي رايح يقابل باتريس لان ده اول موعد غرامي ما بينهم، وبتستعد هي كمان عشان تقابل ليو زي ما وعدته. وبعد ما بتلبس فستان شيك جدا بتطلع لليو اللي بيكون مجهز لها عشاء رومانسي وجايب شخص يعزف لهم هما الاتنين، وبيقول ليو ان النهارده كان هيعلن عن جوازه من بنت هو مش بيحبها، لكنه كان مجبر يتجوزها لان ثروه عيلته بتقل جدا ومحتاج انه يندمج مع عيله تانية غنيه. وبيقول لها ليو انه على الرغم من صعوبه علاقتهم هما الاتنين لكنه بيحبها جدا وعاوز يكمل حياته معاها، وبتكون كيت هي كمان معجبه بيه قوي، فبتقرر انها
إنها تعترف له بمشاعرها وبتقول له إنها مستعدة تعمل أي حاجة عشان تكون معاه، على الرغم من خوفها من الحب والارتباط بسبب تجربتها السيئة مع ستيوارت، لكنها برضه قررت ترتبط بليو. وفي تاني يوم بيروح ليو مع كيت عشان يتمشوا ويستمتعوا بوقتهم، وفي الطريق بيلاقوا قصر عمه ميلاردي، فبيقول لها إن هو ده القصر اللي كان عايش فيه قبل كده، وبيوريها كمان اوضته في القصر وكمان المكان اللي بيخبي فيه الحاجات اللي هو بيحبها وما بيكونش عايز اي حد يقرب منها. ومن وسط الحاجات ديت بتكون خاتم امه اللي المفروض كان هيتقدم بيه للبنت اللي بيحبها. بعدها بقى بيرجعوا هما الاتنين للبيت لان عندهم تصوير تاني يوم للاعلان بتاع الزبده، وفي اخر اليوم بالليل بيقرر ليون يتقدم لها لكنها بتكون خلاص نامت، فبيشيلها لحد اوضتها وبيقرر يأجل الموضوع تاني يوم. في تاني يوم بقى بيروح ليون للتصوير وكالعاده بيبهر كل الموجودين، لكنه بمجرد ما بيدوق الزبده بيلاقي طعمها وحش قوي، فبيتخانق معاهم وبيقول انه مش هيقدر يكمل الاعلان دوت لانه مش عاوز يضحك على الناس اللي هتتفرج عليه. فبتقول له كيت انها عاشت حياتها كلها وهي بتحاول تسد الديون اللي عليها، ودي فرصتها الوحيده عشان تترقى في شغلها وتعيش مرتاحه اخيرا. فبيقرر ليون يساعدها لانه بيحبها، فبيرجع للقاعه عشان يكمل الاعلان مره تانية، وبيروحوا البيت وهم متخانقين مع بعض وكل واحد منهم قاعد في شقه لوحده. وفي الوقت ده في المستشفى الممرضه بتقرر انها تساعد ستيوارت لانها الوحيده اللي مصدقه انه سافر عبر الزمن، عشان كده قررت تهربه من المستشفى عشان يكمل اللي هو بدأ فيه، لان الحاضر والمستقبل دلوقتي مبنيين على رجوع ليو لحياته مره تانية، لانه لو مرجعش للزمن بتاعه النهارده حاجات كتيره قوي في الحاضر والمستقبل هتتغير. فبتقرر الممرضه انها تساعده فعلا. فبيرجع ستيوارت للبيت وبيقول لليو انه لازم يرجع من نفس البوابه الزمنيه النهارده، فبيوافق ليو وبيشكره على الفتره اللي قضاها هنا، وبيعتذر كمان عن المشاكل اللي سببها وجوده في الزمن دوت. فبيقول ستيوارت ان ليو هيرجع في نفس اليوم اللي سافر فيه عبر الزمن، وكل حاجه حصلت في اليوم دوت هتتكرر مره تانية، وده معناه انه هيقابل ستيوارت مره تانية، بس المره دي المفروض ما يمشيش وراه عشان كل اللي حصل ما يحصلش مره تانية. وبيودعه ليو وبيمشي وبيسافر بالزمن عشان يرجع لزمنه. وفي الوقت دوت بتكون كيت اترقت في الشغل، فبتفرح جدا وبتبعت رساله لليو، وده عشان تقول له انها اترقت في شغلها وانها بتحبه جدا وكمان عاوزه تحتفل معاه بالترقيه. وقتها بقى بيوصل تشارلي لبيت ستيوارت وبيشوف الصور اللي صورها ستيوارت لليو لما رجع ستيوارت بالزمن سنه 1876، وبيلاحظ تشارلي ان اخته موجوده في واحده من الصور ديت على الرغم انها متصوره في الماضي. فبيقول ستيوارت ان اول مره يلاحظ الصوره ديت، لكنه فاهم دلوقتي كل اللي بيحصل حواليه وانه لازم يقنع كيت تسافر للماضي عشان تتجوز ليو، لان كل اللي بيحصل دوت تكرار زمني عشان يساعده كيت ترجع للماضي، ولو ما سافرتش بالزمن قبل الساعه 12 كل حاجه هتتكرر تاني. في اخر اليوم بقى بالليل بيكون ليو موجود في قصره، فبيشوف ستيوارت لكنه وقتها مش بيستغرب وجوده في الزمن بتاعه، وبيكمل رقص مع الاميره تري مره تانية، والمفروض انه هيعلن جوازه منها الساعه 12 بالليل. وفي الوقت اللي بتكون فيه كيت في شغلها بتحتفل بالترقيه بتاعتها، وبيكون جه الدور عليها عشان تقول كلمتها، وبيقولوا لها لازم تسافر للماضي بسرعه، وعشان تقتنع بيدوها الصوره اللي هي موجوده فيها في الماضي عشان تصدقهم. والاول مره بتحس كيت ان ستيوارت فعلا ما كانش بيكذب عليها لما قال لها ان ليو دوق من الماضي، وما بتشوف الصوره بتتوتر جدا وما بتكونش فاهمه هي ازاي موجوده مع ليو في صوره واحده متصوره في الماضي، لكنها بتقرر تغامر وتسافر عبر الزمن، وده عشان تجتمع مره تانية بحبيبها ليو وتعيش اميره معاها في القصر بتاعه. وبتروح كيت معاهم لحد ما بيوصلوا لجسر بروكلين، وده الجسر اللي بتتفتح تحته البوابه الزمنيه. فبتودع كيت اخوها وستيوارت، وبعدها بتنط من على الجسر وبتقع في البوابه الزمنيه، وبتلاقي نفسها اتنقلت لسنه 1876. فبتروح بسرعه لقصر الدوك ميلاردي، وهو ده نفس القصر اللي عايش فيه ليو. وما بتوصل لهناك بتلاقي ان ليو هيعلن جوازه من الاميره تري، على الرغم اصلا انه مش بيحبها لكنه مجبر يتجوزها. فبتطلع كيت من وسط الحضور وبتقول لها انها بتحبه وعايزاه، فبيعلن ليو انه بيحبها جدا وهيتجوزها، وبيقول لها انه كان مستنيها توصل عشان يعترف لها بحبه وكمان يتجوزها قدام كل العائلات المرموقه اللي في عصره. وبيخلص الفيلم. بيبدا الفيلم بحكايه قديمه بتقول ان في كائن شرير اسمه بوكولو نزل على الارض ونشر فيها الشر والخراب، وكان معاه الخادم بتاعه اللي اسمه اوزارو، وده كائن ضخم وقوي جدا. ولكن وقتها ظهر مجموعه سحرة اقوياء جدا وقدروا انهم يحبسوا بيكورو في مصباح وخبوه عشان محدش يحرره، ومن ساعتها اختفى الخادم بتاعه اوزارو ورجعت الارض في سلام مره تانية. ومع الوقت البشر نسيوا بيكولو، وبعد فتره طويله بنشوف شاب اسمه جوكو هو بيتمرن مع جده جوهان، واللي بيكون من افضل المعلمين في فنون الدفاع عن النفس، وبيحاول يعلم جوكو قوه سحريه اسمها كي، بس جوكو ما بيقدرش يتعلمها بسبب انه دايما ما بيكونش مركز في التمرين. المهم بعد ما بيخلصوا التمرين بيدخل جوهان للجنينه وبيجيب صندوق هديه لحفيده
رصيده بخصوص يعني انه هيتم 18 سنة، وبيكون جوه الصندوق دوت كرة لونها برتقالي. فبيعرفوا جده جوهان ان الكرة ديت من كور التنين السبع، ودي كرة نادرة جدا ومفيش منها غير 7 بس في العالم. فبيسألوا جوكو هي الكرة دي بتعمل ايه وليه نادرة قوي كده زي ما انت ما بتقول. فبيشرح له جده جوهان ان لو جمع ال7 كور دول هيقدر يستدعي تنين قوي جدا اسمه شين لونج، وساعتها التنين دوت هيحقق له امنية واحدة بس. فبينبهر جوكو وبياخد الكورة وبيروح للمدرسة وهو راكب على العجلة بتاعته، لحد ما بيظهر واحد اسمه فولر راكب عربية غالية وبيدوس على عجلته قصد لانه بيكرهه. فبيتضايق جوكو وبيطلب منه يشتري له عجلة جديدة، ولكن فولر بيرفض وبيبدأ يستفزه بالكلام عشان يتخانق معاه. فبيحاول جوكو يتمالك اعصابه بالعافية لانه وعد جده انه مش هيستخدم قوته على حد الا لو كان هيدافع عن نفسه. المهم ساعتها بتيجي زميلته تشي اللي هو بيحبها وبتبدأ تبعد عنه فولر، وفي نفس الوقت بيخرج بكوره من المصباح وبيدور على كور التنين ال7. فبيهجم على قرية فيها كرة تنين، وهناك بيكون في واحدة بتحاول تخبي بنتها، ولكن بتشوفها ماي مساعدة بيكولو وبتهددها انها تخلص عليها لو ما سلمتهاش كرة التنين. فبتضطر الام انها تسلمها لها، وساعتها بتقرر ماي انها تخلص عليها. وفي الوقت ده بتكون تشي في المدرسة وبتحاول تجيب حاجة من الدولاب بتاعها، ولكن القفل بيكون معلق وما بيفتحش الدولاب. وساعتها بيستنى جوكو ان الطلاب كلهم يمشوا وبيبدأ يستخدم قوته الخارقة عشان يقدر يساعدها، لكنه بيفتح كل الدواليب بسبب انه لسه مش قادر يسيطر على قوته بشكل كامل. المهم وقتها بتشوفه تشي وبتخرج وراه وبتعرف ان عنده قوة خارقة وبيقدر يستخدم جزء من قوة الكيس السحرية، وبيطلع اصلا انها محاربة وبتحاول تتعلم القوة ديت. فبتبدأ تعجب بجوكو وبتعزمه على حفلة بالليل في بيتها، وما بيرجع جوكو للبيت بيجهز نفسه للحفلة وبيقرر ياخد معاه كرة التنين عشان يوريها لتشي ويخليها تعجب بيه. فبيخرج من البيت من ورا جده اللي بيطبخ لهم العشاء، واما بيوصل للحفلة بيحاولوا متنمرين اصحاب فولر انهم يمنعوه من الدخول، وبيفضلوا يستفزوه بالكلام وبيحاولوا يضربوه، لكنه بيقدر يتفادى ضرباتهم بسهولة وبيخليهم يضربوا في بعض من غير ما يلمسهم نهائي، لحد ما بيخرج فولر من البيت وبيمسك حديدة عشان يضربوا بيها، ولكن جوكو بيتفاداه وبيكسر فولر عربيته بنفسه. المهم لما بتشوف تشي بتكون منبهرة جدا بقوته، فبياخدها وبيدخلوا الحفلة هما الاتنين. وساعتها بيكون جده جوهان في البيت وبيتمرن على تمارين التأمل، لحد ما فجأة بتدخل مي عليه وبتهاجمه، وبيظهر وراها بيكولو وبيضربوا جوهان عشان ياخدوا منه كرة التنين، لكنهم بيعرفوا انها مش معاه وبيدمروا البيت وبيمشوا. وقتها بقى بيحس جوكو انه جده في خطر، فبيرجع على البيت وهناك بيلاقيه متدمر، وبيفضل يدور على جده جوهان لحد ما بيلاقيه تعبان جدا وعلى وشك انه يموت. فبيقول له جوهان انه لازم يهرب فورا، وبيطلب منه انه يدور على المعلم روشي ويجمعوا كل كور التنين ال7 قبل ما بيكولو يلاقيهم، وبينبه عليه انهم لازم يجمعوا الكور كلها قبل خسوف القمر، لان بيكولو وقتها هيكون قوي جدا وهيدمر العالم. وللاسف بيموت بعد ما بيخلص كلامه. فبيروح بعدها وبياخد بدلة التمرين بتاعته، وفجأة كده بيسمع صوت حد في البيت، وبيطلع ان الحد دوت تبقى بنت اسمها بولما، وبنعرف انها جاية تدور على كرة التنين بتاعة والدها، وبيكون معاها جهاز بيحدد مكان كور التنين. فبتتخانق مع جوكو وبتفتكر ان الكرة اللي معاه ديت تبقى كرة والدها، بس جوكو بيشرح لها ان الكرة دي بتاعت جده وهو اللي اداها له. فبتصدقه بولما وبتقول له ان في حد سرق الكرة بتاعت والدها، فبيطلب منها انها تروح معاه للمعلم روشي، واكيد المعلم دوت هيساعدها تلاقي كرة والدها. فبتوافق بولما فعلا وبيروحوا للمدينة وبيبداوا يدوروا على بيت روشي لكنهم ما بيلاقوهوش، لحد ما فجأة بيظهر على الجهاز اللي مع بولما اشارة لكرة التنين قريبة جدا منهم. فبيدخلوا للبيت اللي فيه الكرة، وساعتها بيخبط جوكو بالغلط في رف عليه طوب صغير، فبيحاول يلمهم بسرعة قبل ما يقعوا ويعملوا صوت، ولكن للأسف في طوبة منهم بتقع على الأرض فبتعمل صوت، وبيصحى صاحب البيت من النوم. فبيبدأ يهجم على جوكو وبيكون فاكره مجرد حرامي، ولما بيتخانقوا بياخد الراجل باله من قوة الكي اللي موجودة مع جوكو، وبدون مقدمات بيسأل جوكو على جد جوهان، وبيطلع ان الراجل دوت هو المعلم روشي اللي هما بيدوروا عليه. فبيتضايق جدا اول ما بيعرف ان جوهان مات، وبيتصدم اكتر لما بيعرف ان بيكولو للاسف بقى حر، وكمان بيدور دلوقتي على باقي كور التنين. فبيدور على كرة التنين بتاعته وبيلاقيها جوكو تحت الترابيزة، وساعتها بيقول له روشي انهم لازم يلاقوا كل الكور قبل خسوف القمر، والشخص الوحيد اللي هيقدر يتغلب على بيكولو هو جوكو. وبعد ما بيخلص كلامه بيروحوا المعبد بعيد، وده عشان يتمرنوا ويجهزوا نفسهم للحرب ضد بيكولو. وهناك بيلاقوا ان تشي بتتمرن هي كمان، فبتروح تتكلم مع جوكو وبتعزيه على موت جده، وبتعزمه انه يحضر مسابقة القتال اللي هي مشاركة فيها بعد كام يوم. وبعد شوية بتظهر كرة جديدة على الجهاز وبيتحركوا للمكان، ولكن في طريقهم بيقعوا في حفرة في الصحراء، وبيظهر لهم وقتها واحد اسمه ياماكا، وبيعرض عليهم انه يخرجهم من
الحفرة مقابل العربية اللي معاهم، ولكن بولما بترفض. فبيفضلوا في الحفرة لحد بالليل وبيفكروا في طريقة تانية عشان يخرجوا بيها. وفي الوقت دوت بيولع روشي نار وبيبدأ يحكي لهم عن قصة بيكولو وعن موضوع المصباح اللي اتحبس فيه من 2000 سنة، وان من بعد يومين بالظبط هيحصل الخسوف، وساعتها هيخرج اوزارو الخادم بتاع بيكولو وهيدمروا الارض مع بعض. والطريقة الوحيدة عشان يمنعوا ده انه يحصل انهم يستخدموا امنية التنين تشين لونج ويتمنوا ان بيكولو يتنفي من الوجود. وفجأة وقتها بتظهر كرة قريبة منهم على الجهاز، فبينط روشي بره الحفرة بقوة الكي بتاعته وبيخلي ياماكا يخرج جوكو وبولما. وبعدها بيروحوا النفق بيودي الحمم بركانية وبتكون الكرة قدامهم بس الناحية التانية من فتحة البركان. وفجأة بيظهر جيش من المخلوقات الغريبة بتمنعهم من الوصول للكرة، بس بعد معاناة بيستخدم روشي قوته انه يرميهم في الحمم البركانية، وبيستخدم جوكو اجسامهم اللي طافية على الحمم وبيفضل يمشي عليهم لحد ما بيوصل للكرة. ولكن فجأة بتظهر ماي وبتاخد الكرة وبتحاول تهرب، بس جوكو بيمنعها وبيهزمها بسهولة لانه اقوى منها بكتير. المهم بعدها بيرجع روشي للمعبد وبيطلب من المعلم سيفو انه يصنع مصباح عشان يحبسوا جواه بيكولو واوزارو. وفي الوقت دوت بتبدا المسابقه اللي بيكون فيها تشي ضد ماي، وما بتبقاش عارفه اصلا ان ماي تبع بيكولو. وفي الماتش بتاعهم بتجرحها ماي وبتاخد نقطه دم منها، وبيتم استبعاد ماي لان ده ضد قوانين المسابقه. وساعتها بيظهر جوكو وبيهني تشي على فوزها، وساعتها بيرجع جوكو الروشي وبيتمرن على تكنيك اسمه كاماهامي، وده عشان يقدر يتغلب بيه على بيكولو. وبتبقى مهمته انه يضيع عواميد النور بالكاماهامي لكنه بيفشل، وأما بيحاول انه يغش وينورهم بالشمع بتدخل عليه تشي وبتمنعه وبتقول له على سر التكنيك دوت وبتخليه يقدر يعمله. المهم بالليل بتسمع بولما الصوت وهي نايمه جاي من اوضه جوكو، وبتروح عشان تشوف في ايه وبيكون معاها مسدس. فبتلاقي ان تشي خارجه من الاوضه وبتفتكر انها كانت مع جوكو جوه، بس لما بتخرج تشي بيظهر جوكو وقتها، وبتستغرب بولما ان تشي كانت جوه لوحدها لحد ما بتاخد بالها من الجهاز ان تشي خدت كور التنين. فبيروحوا ورا البنت اللي هي اصلا بتكون ماي وبتكون موجوده في جسم تشي، وبتستخدم ماي قنبله وراها عشان تمنعهم يوصلوا لها. ولكن فجاه بتظهر تشي الحقيقيه وبتفضل تضربها، وبيعدي جوكو من النار وبيلاقي في اتنين تشي قدامه، وطبعا ما بيبقاش عارف انهي واحده فيهم الحقيقيه، فبيقرر ما يتدخلش عشان ما يأذيش تشي الحقيقيه. وبتقع واحده منهم على الارض وبتطلب من جوكو انه يساعدها، فبيهجم جوكو على تشي اللي واقفه وبيطلع اصلا انها الحقيقيه. وساعتها بتستغل ماي الفرصه وبتضرب نار عليهم، وبعدها بتاخد شكلها الحقيقي قبل ما تهرب. ساعتها بقى بيدخلوا اصحاب جوكو وبيلاقوه على وشك انه يموت، فبيجي المعلم روشي ينقذه باستخدام قوه الكي. وفي الوقت ده بتلاحظ بولما على الجهاز ان السبع كور دلوقتي بقوا متجمعين مع بعض، فبيعرف روشي ان بيكولو موجود في معبد التنين عشان يستدعي تشين لونج، فبيبدا يروح على هناك بسرعه. وبالفعل بيلاقي ان بيكولو بيعمل طقوس استدعاء التنين، وما بيقرب منه بياخد روشي باله من المصباح اللي موجود على الارض وبيقرر يستخدمه عشان يحبس بيكولو جواه. وساعتها بيوصل جوكو وبيقول لبيكولو انه هيقدر يغلب اوزارو لو ظهر، فبيقول لبيكولو خبر صادم جدا، وهو ان جوكو مش من البشر اصلا وانه من شعب السيان واسمه الحقيقي كاكاروتو. واما يحصل الخسوف جوكو اصلا هو اللي هيتحول لاوزارو وبعدها هيموت اصحابه بنفسه. وفعلا وقتها بيتحول جوكو لغوريلا عملاقه وبيبدا يهجم على بولما وياماكا، ووقتها بيستغل روشي الفرصه وبياخد المصباح وبيبدا في طقوس حبس بيكولو جواه. ولكن بيكولو بيهاجمه وبيخليه يتصاب اصابه شديده جدا. وما بيحاول الباقي انهم يهربوا من جوكو بيقرر ياماكا يلفت انتباهه عشان يدي فرصه لبولما انها تهرب، ولكن جوكو بيجري ورا بولما فبيمسك روشي رجله على امل انه يوقفه على اللي بيعمله، ولكن جوكو ما بيكونش في وعيه وبيخنقه. وساعتها بيحاول روشي يفوقه وبيقول له انت مش وحش ولازم تسيطر على نفسك، وبيقدر جوكو وقتها يخلص عليه. فبيبدا يستوعب اللي هو بيعمله وبيبدا يفتكر ذكرياته مع روشي وهو حزين جدا لحد ما بيرجع لطبيعته مره تانية وبيهجم على بيكولو. وفي نفس الوقت بتتخانق بولما مع ماي في المعبد، وما بيخلص الرصاص اللي معاها بتقول لها انها مش مستسلمه وانها هتسلمها كرة التنين اللي سرقتها من بيكولو، فبترميها في الهواء وبيطلع اصلا انها قنبله وعامله لها فخ عشان تخلص عليها. بس ماي بتقدر تتفاداها وبتروح لها عشان تخلص عليها، وساعتها بيجي ياماكا من وراها وبيخلص عليها وبينقذ بولما. وساعتها بيستجمع جوكو قوته وبيخلص على بيكولو بصعوبه، وبعدها بيجمع كور التنانين السبعه وبيستدعي التنين شين لونج وبيبدا يتمنى ان روشي يرجع للحياه مره تانية، فبيحقق له التنين الامنيه وبعدها بيختفي هو وكور التنين وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم بقى اعمل لي لايك للفيديو واشترك في القناه. وعلى فكره انا عملت قناه تانية وسميتها اوفر دوز افلام، وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو. خش بقى خد لك جوله فيها وما تنساش الاشتراك. مع السلامه.